هل الموجودين في ميدان التحرير، لان انا ملاحظه طبعا من الصوره انه الاعداد بقت قليله جدا، هل الموجودين دول هم الناس يعني اللي هم المعارضين، لا زالوا معارضين؟ طيب انا رايي يعني انه دول اصلا يعني انا عن نفسي كمصريه يعني مش بوجه يعني حكم على، يعني مش بطلب من حد يعني يوافقني على هذا الحكم، لكن حكمي انا الشخصي او رايي انا الشخصي على هؤلاء او عن هؤلاء الناس، يعني الناس دي يعني مفيش مشكله يعني ان حد يولع فيهم بصراحه. ايه المشكله يعني؟ خليهم يولعوا يا اخي. انا ضللت دي حقيقه حصلت. قبل الهوا ضللتي؟ قبل انهي هوا؟ قبل ما تطلعي تخشي على المداخله التلفزيونيه يا ضللتي؟ فندم انا فضلت مضلله لحد قبل تنحي الرئيس مبارك. طب مين اللي ضللك يا استاذ؟ التلفزيون. انا علاقتي يا فندم اللي نزلوا ميدان التحرير، هنقول العدد كان كام؟ 4 مليون 5 مليون؟ انا هقول لحضرتك لا 20 مليون. نعم. في 60 مليون قاعدين في البيوت ملتصقين بالتلفزيون، لا يعلموا شيء عن هذه الثوره او هذا الشباب الا من خلال التلفزيون. كل اللي كانوا بيطلعوا، مش بتكلم على التلفزيون المصري بس، انا بتكلم على القنوات الفضائيه المصريه ايضا. لان انا ما كنتش بتفرج على الفضائيه المصريه والاولى والثانيه، لا انا بتفرج على الفضائيه المصريه وبتفرج على المحور وبتفرج على دريم، وساعات بجيب الجزيره وارجع تاني لانها على طول بتشتم في مصر من قبل الثوره بزمان. فانا مقاطعاها لانه اي حد بيشتم في بلدي انا بتخنق وبتضايق حتى لو عنده حق. بلدك ولا نظام بلدك؟ بلدي. يعني اللي حصل في ماتش السودان بتاع مصر والجزائر ده كان السلطه ولا كان المصريين اللي بيتشتموا؟ ممكن نشوف المقطع اللي قالته الاستاذه سماح؟ لا انا افضل لا، بعد اذنك انا افضل لا. مش عاوزه؟ لا مش عاوزاه نسال، لانه ده نوع من الاستثاره ملهاش معنى. اذا كنت انا جايه فانا جايه عشان ابقى اوضح موقفي، مش عشان اشعللها معاكم. لا مش عاوزين نشعلها وانا احترم ده. طالما ده رغبتك قولي كلمه للشباب اللي زعلانين منك في الميدان، فرصه. انا لو مكانكم هعمل اكتر من كده الحقيقه، واكتر من كده بكتير كمان، ولكن اولا اعتذري لهم يا سماح. انا بعتذر انهم يعتذروا. انا بقول انا لو مكانكم هعمل اكتر من كده، انا بعتذر. انا غلطت في حقكم، بس ما كنتش اقصدكم اصلا بالكلام، والمداخله بتاعتي اتمنتجت بحيث انها تكون لا تقرب، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقربوا الصلاه، صدق الله العظيم. الروح تسري والملائك حولنا. المقابلة اتمنتجت؟ لا، المقابلة كانت على الهوا، والمقابلة كانت مباشر، وده كان يوم الثلاث اللي كان يوم الثلاث 1 فبراير، واللي ألقى فيه الرئيس المخلوع خطاب عاطفي جدا، وإن هو نفسه يعيش في أرض مصر ويدفن في أرض مصر ويموت في أرض مصر، وإن هو بيحب مصر. والميدان الصورة بتاعته كانت الساعة 3 بالليل تقريبا، أو عفوا كانت الساعة 12 بالليل. والميدان معروف إن في الوقت ده كان بيبدأ الناس في أطراف الميدان يتجمعوا علشان يناموا، والصينية اللي في وسط الميدان كانت بتبقى فاضية. ويوم الثلاث بالليل لما ألقي هذا الخطاب، صدقوني في ناس كتير تعاطفت مع الخطاب بحكم الشعب المصري العاطفي الجميل، وفي ناس مشيت من ميدان التحرير متعاطفة مع هذا الخطاب. ثم كان في الصباح ما فعله أذناب النظام، زكريا عزمي وصفوت الشريف وأحمد فتحي سرور وأعضاء مجلس الشعب اللي عندنا أسمائهم. يعني أنا عندي 21 اسم باعترافات كاملة ل 21 عضو من أعضاء مجلس الشعب اللي بعتوا لنا الحمير والجمال والجحش، وهم فعلا يعني هم مستواهم إن هم ما يبعتوش غير هذه الحيوانات، علشان متخيلين إن دي ممكن تثير الفزع في ميدان التحرير وتخلي الناس تنصرف. صدقوني ربنا عز وجل خلى الناس دي تعمل الكلام ده علشان الشعب كله والعالم كله ينقلب على النظام. السيدة اللي كانت بتتكلم ده قضائيا نوع من أنواع التحريض على القتل. وصدقوني كان هناك بعض الشباب، وبقول لها إذا كانت سامعة،
كان هناك بعض الشباب من الثوار في لجنة تقصي الحقائق كانوا عاوزين يقدموا المادة ديا وفي شكل بلاغ رسمي ان حضرتك من المحرضين على القتل. انت قلتي فيش مشكلة، ولعوا فيهم، احرقوهم. دول مش دبان ولا ناموس، دول شباب مصر الطاهر. وصدقيني لولا حكماء في مجلس أمناء الثورة منعوا الشباب بناء على اعتصارك كان هيبقى فيه مشكلة كبيرة. لأن احنا لازم نفكر كويس قبل ما نقول الكلمة، وقبل ما ننطق الكلمة لازم نفكر كويس.